تريزيجيه ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لحد اللحظه دي برضو الاقرب ان هو يجي كاس العالم للانديه. هو زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت هم اللي اتكلم معاه ان هو يجي من يناير. تمام، يجي الست شهور دول زي ما قلت لك يتعلم اللغه يرجع مستواه تاني بعد الاصابه اللي تعرض ليها والكلام ده كله، ويلعب كاس العالم للانديه ويرجع بعد كده للنادي هناك في فرنسا يعني. لكن لحد دلوقتي مفيش تواصل ومفيش تواصل مع نيس ولا اتفاق يعني رسمي. بس انا على حسب معلومه انا عارفاها من مصدر مقرب من محمد ان هو بيفكر فتره كاس عالم الانديه برضو، بس يعني مش الاعاره 6 شهور، لسه ما حسمش برضو اذا كان يجي ال6 شهور كلهم ولا يجي فتره كاس العالم للانديه. أيوة. تريزيجيه برضو لحد دلوقتي لسه ما يعني الصحفي التركي ده يكتب اللي هو عايزه، بس انا لحد دلوقتي بقول لك ان العامل الاساسي هيكون الفلوس لو تريزيجيه رجع لطرابزون هناك في تركيا يعني. لكن لو راح قطر زي ما انت شايف العلاقات بتخلص كل حاجه بسهوله مع قطر خالص.